بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. أنا طبعا نزلت فيديو بناء عن طلباتكم، قلتولي بقالك فترة ما نزلت لناش حاجة، فأنا نزلت لكم كده حاجة على قدي لأني تعبانة والله، فما بنزلش فيديوهات الا فين وفين. معانا بقى طريقة المسقعة، ولا سحر ولا شعوذة، من غير زيت خالص. حطينا عليها معلقة زيت بس في قعدية الصينية، ومعلقة من فوق. تعالوا نشوف هنعمل ايه. قطعنا اهو البتنجان معاكم. تمام. هنقطع بقى معاكم شوية بتنجان كده. طبعا انتوا عارفين الدنيا غلا والزيت غلي جدا، فطبعا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نقليش زيت كتير، نقلي حاجات في زيت كتير عشان نحاول نوفر ونمشي الدنيا. تمام. البتنجان اهو بنقطعه معاكم، غسلناه كويس وقشرناه وقطعناه معاكم. كنت سخنت الفرن طبعا على ما اقطعه، كان الفرن سخن. تمام. سمسم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر ربنا خليه في المطبخ على طول معاكي، وانتي قاعده، وانتي في المطبخ، وانتي في اي مكان، على طول ذكر ربنا يبقى معاكي. كده جبنا صينيه معاكم اهو، هدهنها شويه زيت. بعد ما ادهنها هرص فيها البتنجان، وكنت قايده الفرن قبليها. هرص اهو معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله والحمد لله ولا إله إلا الله. معلش سامحوني، أنا مش بنزل فيديوهات لأني تعبانة جدا وبمر بظروف صعبة، والمقربين ليا عارفين بكده كويس. احنا بعد ما رصصنا معاكم البتنجان ودهنا الصينية، هندهن بقى ايه. طبعا احنا لو قليناه هياخد حوالي نص ازازة زيت، لان ده 2 كيلو بتنجان. يعني الرصة دي في الصينية دي 2 كيلو بتنجان، هياخدوا بالظبط نص ازازة زيت. كده هما ما خدوش نص كوباية، يعني ربع كوباية زيت خدوها. تمام. بس ندهن كويس قوي كده بالفرشة، ونرص رصة حلوة. ودخلناه اهو الفرن معاكم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنعمل التومة بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. ومعانا بتنجانة بنشويها، هنعمل برضو بابا غنوج. الحاجات دي خليها في تلاجتك، جنب عشاء، جنب فطار، جنب غدا. نعمل مثلا شوية فول، جنبها شوية مسقعة، بابا غنوج جنب اي اكلة انت عاملاها، شوية ملوخية، اي حاجة هتلاقي الدنيا ماشية معاكي. متبقاش حاجة تلاجتك فاضية، يبقى فيها برضو اي حاجة. شوية خل اهو، كزبرة والثوم حمرناه مع الكزبرة، حطينا شوية الخل. تمام. ودي الصلصة بتاعة المسقعة. انا بحب اقطع طماطم بس ما عنديش، فطلعت طماطميتين كده مجمدين، فرمتهم في الكبة. حطينا بقى الكمون، البهارات بقى بتاعت المسقعة، شوية بابريكا عشان تبقى حمرا، لان الطماطم ما كانتش حمرا قوي. اما يكون الطماطم عندك خضرة حطي شوية بابريكا تحمر. شوية الملح اهو، لان احنا ما حطيناش ملح طبعا، رشيناه على البتنجان وهو ناي. تمام. الخلطه دي بقى بتاعت البتنجان بابا غنوج. حطينا بصلايه. البصلايه بتسكر على فكره البابا غنوج، او بتبقى خلاها مسكره وجميله. قرن فلفل، بابريكا، فلفل اسمر، توم، كمون، شويه الملح، شويه الخل. هنعصر برضو معاكم ليمونه دلوقتي. التتبيله دي للبتنجان اللي بتشوي. البصلايه صدقوني بتفرق في الطعم خالص، سواء نية او مشوية. يعني لو شويتيها مع البتنجانة، او اللهم صل على سيدنا محمد، او مشوية. بادعوا لي يا جماعة بظهر الغيب، ربنا يفك كربنا وكرب كل مكروه. امين يا رب. وقت الشدة فعلا بتعرف كل واحد هو على ايه. ان شاء الله
اللي في شدة ربنا يطلعه منها، واول ما يقف على رجليه اي حد ما وقفش جنبه يفتكره كده ويخليه علامة سودا في حياته. اللهم صل على النبي. خلينا دلوقتي في البتنجان بابا غنوج بقى. حطينا التتبيله اهو على البتنجان بعد ما شويناها وقشرناها. هنديله برضو ضربه في الكبه عشان ايه كل الحاجات دي تتجانس مع بعضها. معلقتين الطحينه اهو، هنقلب تقليبه كويسه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله ولا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هنضرب الكلام ده كله في الكبه بقى. بعد ما ضربناه مع بعض كله هنضربه برضو في الكبه اهو. هتفرق جدا جدا كمان في بتبقى متماسكه كده وجميله وحلوه وناعمه. حبايب قلبي بعد ما ضربناه في الكبه هنفضي معاكم اهو. بصوا الفرق بقى قبل الكبه وبعد الكبه. بس في ناس بتحب تاكل البابا غنوج البتنجان حتت، يعني يبقى باين كده في الطبق، وفي ناس بتحبه كده. يعني انا من الناس، انا وولادي بنحبه مفروم كده ناعم في الكبه. تمام اهو. حطيناه في علبه، تاخدي بالمعلقه حطيه في تلاجتك عليه شويه الزيت. هنا طلعنا البتنجان وشويناه. بصوا بقى المنظر يا جماعه في منتهى الجمال، ولا خد منك ازازه الزيت ولا اي حاجه، وزيه كانك قليه بالظبط بالظبط بالظبط. هناخد بقى كده ونرص في العلبه برضو رق بتنجان، وحطينا معاه كام قرن فلفل برضو اتشووا معاه اهو. هنحط بقى رق بتنجان، وحدتين فلفل عليهم برضو الخلطة بتاعة الطماطم الصلصة بالتومة وبالكزبرة وبالخل اهو. ونحط رق تاني بتنجان برضو. هي بصراحة أكلة شعبية جميلة بتتحط جنب الطعمية والفول، جنب السمك. بورسعيدية على فكرة بيحبوه جنب السمك جدا، مسقعة جنب السمك وام الخلول بتبقى أكلة جميلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحط برضو رق صلصة اهو معاكم. خلي الحاجات دي عندك في علب كده في التلاجة، تبقى موجودة وجاهزة باستمرار عندك. برطمان المخلل يبقى في بيتك. الحاجات دي بتفرق كتير في جنب الأكل يعني، وفي البيت والله عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احنا خلصنا طبعا اهو قدامكم، ويا رب ننول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوليش اللايك والدعوة، دعوة بالفرج ان شاء الله وبفك الكرب عننا جميعا ان شاء الله. حطينا شوية الزيت اهم عشان نسيت في الاول احطهم على بابا غنوج عشان ما ينشفش في التلاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.